السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشين كتير والله. يلا بينا نصلي على رسول الله ونعمل الأكلة معاكم الجميلة دي. العدس، الجو اللي احنا فيه ده عايز العدس بيدفي، وكل العناصر الغذائية في الخضار اللي احنا هنحطه ده. تمام. بطاطس، بصل، طماطم، كوسة، جزر. ماشي. البهار بتاعنا ملح، فلفل اسود، كمون، بهار مشكل اللي هو فيه زر الورد والحاجات المشكلة دي، والكباب الصيني والكلام ده كله، والبهار اللي تحبوه يعني يا جماعة. وظبطوا الملح بتاعكم كده. تمام. هي المطحون يا حبايبي، شوية هي المطحون، لأن العدس بتاعنا ده يعني معمول بطريقه جميله جدا هتعجبكم. تمام. وطعمه ما اقدرش اوصف لكم. معلقه كاري او معلقه كركم، المتاح عندكم يعني، كركم او كاري، الاثنين بيسدوا، الاثنين واحد. طبعا. معانا اهو البهار، هقول لكم تاني اهو: ملح، فلفل اسود، بهار مشكل، كمون، فلفل كمون. هي المطحون، هي المطحون. تمام. اه بوريكم بقى شوربه الخضار بتاعتي، 4 في 1. 4 في 1. هذا العدس بتاعنا مغسول ومتصفي، غسلها طبعا غسيل زي الفل ومصفياه طبعا. هنضيف عليها ميه سخنه يا حبايب قلبي. تمام. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. العدس ده طعمه حكايه حكايه، لا تقولوا لي لحمه ولا عايزين لحمه ولا فراخ، احنا هنقطع اللحمه والفراخ خلاص. العدس ده مغذي وجميل جدا جدا، وطعمه ما اقدرش اوصف لكم. يعني بنتي بتقول لي والله يا ماما انا ما بزهق منه، انا ودي اكله كل يوم لانه طعمه جميل من ايدك يا ماما. اعملوا بقى لايك لماما سوسو. ادي الطماطم والجزر والبصل والبطاطس، بطاطسايه صغيره يعني عشان العدس ما يبقاش تخين كده معانا وتقيل ومكلبز. هي بطاطسايه واحده صغيره. بس انا اقصد اقول احط الخضار كله يعني تبقى حاجه مغذيه. ما فيش لحمه بقى يا جماعه، هنعمل ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. هنسوي بقى الحاجات دي مع بعضها كده لغايه ما تستوي معانا العدس والخضار بتاعنا كده يستوي قوي، نضربه في الخلاط او الهاند بلندر او يعني ايوه زي ما انتم شايفين كده اهو. وبعد كده يا حبيب قلبي هتشوفوا الفيديو للاخر. بس يعني جزاكم الله خير. فصنتم بقى دول بقى الني دول، ما تقوليش لعدوك عليهم، قول لحبيبك بس، قول لحبيبك بس على فص التوم الني ده. وهنعمل برضو الطشه الاخر بالتوم برضو. تمام. لايك وشير لقناه علي ماما سوسو، فضلا ليس امرا. فعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد جديد يا حبايب قلبي، وفيديوهات توصلكم. وتقولوا لي إيه رايكم في طريقتي في الطعام بتاعي يعني. ما شاء الله يعني حاجه جميله جدا. والطعم حكايه، وهو نفس يا جماعه في الاول وفي الاخر برضو. قطعة زبدة، معلقتين زيت يعني، قطعة زبدة يعني، ومعلقتين زيت عليها، معلقتين بتاع طعام صغيرين. توم طبعا مفروم اهو، يعني توصي بالتوم شوية. لان ده بقى الايه الحاجة بقى الايه الطشة الجميلة دي اللي هتعمل العدس بقى يعني. بصوا يعني هو جميل من كله يعني. فص مستكة، كأنكم بتاكلوا لحمة يعني. تخيلوا بقى كده انكم بتاكلوا لحمة. تمام. فص مستكة مع التوم بتاعنا كده هياخد بقى اللون الذهبي. ونضيف العدس بتاعنا. بقول لكم بصوا الريحة حكاية حكاية. وبألف هنا على قلوبكم يا حبايب قلب. ربع كيلو عدس مع الخضار ده يعمل لك حلة قد كده. هتاكلوا وتتبسطوا وتروقوا، ورضا قوي وفضل وعدل من عند ربنا. وربنا يديمها نعمة علينا ويحفظها من الزوال، وعلى أمة محمد يا حبايب قلبي، وعلى العالم كله يا رب. تمام. ونتفائل خير نجد الخير إن شاء الله. والله يا جماعة كل ما نتفائل خير نجد الخير. هندي اللون الذهبي طبعا التوم بتاعنا. تمام. ده بصوا حبه كزبره صغيرين قوي، لان انا حاطه انا نسيت اقول لكم والله في البهار ده كزبره برضه. بس برضه حاجه بسيطه يعني. انا حطيت في دي برضه يعني نص معلقه شاي يعتبر يعني، عشان انا حاطه برضه في البهار بتاعي كزبره برضه، كزبره ناشفه. تمام. هصفي العدس بتاعي مع ان الخلاط يعني مخليه مفيش فيه حاجه، بس برضه يعني بعد قشره طماطم صغيره كده، بس انا بحبه كريمي كده ونضيف. ومفيش فيه اي حاجه. مفيش فيها اي حاجه اثر. بص كده اهو، شايفين حاجات بسيطه جدا، بس بخاطر برضو ايه تصفيه. تمام. عشان يبقى بقك كده طعمه حلو وكريم ومفيش فيه اي حاجه. اهو صفيه كده. تمام يا حبيبتي. تمام يا حبايب قلبي. لايك وشير لك قطعه ماما سوسو، وفعلوا الجرس يا حبايب قلبي. جزاكم الله كل خير. تمام. شايفين هنحط بقى الخضار قصدي البهارات بتاعتنا نضيفها. وياخد غلوتين ثلاثه كده يا حبايب قلبي. وشوفوا بقى هنعمل بقى ايه. احنا مقطع عيش مكعبات كده بلدي. هحمره بقى في زيت او سمنه او زبده، او لو سمنه بلدي معلقه الكركم او الكاري. وسيبيه بقى ياخد بقى مع نفسه كده، يستوي مع نفسه كده، ياخد غلوتين ثلاثه. وبعد كده تطفى عليه.
حبة عدس يعني بجد بجد حكاية. اقسم بالله يمكن انا باكل فيها اكتر من اللحمه والفراخ والحاجات دي من طعم، ومن طعمه الجميل. حبه سلطه حلوين كده بقى بلدي، مخلل، خضار، جرجير، بصل اخضر، زي ما انت عايز. بس انا يعني ما عملت السلطه ولا حاجه، لان انا ايه، آه، حبيت ان انا اعمل لنفسي كده. هشوف في الاخر انا عملت ايه لنفسي. بنت قالت انا هاكل برز، قلت لها خلاص اعملي لي كوبايه رز. يعني احنا بناكل برز برضه يا جماعه بشعريه ورز ابيض احيانا، يعني مع الفته دي، يعني بنحط الفته دي على الرز برضه كده بيبقى بص الطعم حكايه. يلا نحمر العيش بقى بتاعنا اهو، هنخليه مقرمش كده، بيقرمش كده وجميل وطعم. يا جماله يا جماله مع العدس، تحفه تحفه تحفه. العدس على فكره انا مطيع عليه، لان بعمل الغطا كده يا حبايب قلبي، لان بيفور زي اللبن زي الحليب، يعني بيفور ويغرق الدنيا. فخلي الغطا كده هو على نار هاديه، هو عمال بيغلي مع بشويش كده يعني. تمام. عفوا البرد والله ما بيسيبني، معلش انا كل مره بقول لكم البرد، لكن فعلا دي حقيقه انا ما عنديش مناعه. الزيتون بتاعي الجميل اللي عاملاه بتاع رمضان، طبعا انا احطه في البوله بتاعتي كده زي ما انتم شايفين كده. العيش المقرمش بتاعنا الجميل ده تحفه والله. الطعم يا ولاد ايه، اهدي اهدي، عاشت ايديك يا سوسو، اقسم بالله، اقسم بالله عاشت ايديكي. بنتي بقى هتاكل برز وفتت برضه بفتة من دي، ايوه فتت ايوه. والفتة المقرمشة دي. تمام. وتعمل لنفسها السلطة. انا حبيت اكل كده يعني، مش عايزة يعني. واشوفكم على خير وعلى فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.